ابني ملوش شخصية، ابن مراته بتمشي عليه للأسف الشديد. مين فينا ما سمعش الكلمة دي في المحيط بتاعه؟ مشكلة بقت منتشرة جدا جدا جدا. راجل ملهوش قوامة، راجل مش راجل في بيته. المشكلة دي بقت ظاهرة ومنتشرة في مجتمعاتنا. زوج مش راجل في بيته، زوج ملهوش القوامة، مش عارف يمشي بيته كويس. والنقطة دي علاجها في ايد حضرتك يا اب ويا ام. ابن حضرتك من صغره وانت ما بتربيهوش على انه يبقى عنده ثقة بنفسه وان يبقى ليه شخصية مستقلة، ولما بيكبر ويتجوز مش عارف يبقى ليه شخصية برضه، فبالتالي انت اللي بتيجي تشتكي. مراته ممشياه، مراته بتمشي كلامها عليه، ابني مش راجل في بيته. طب ما حضرتك تبدأ من صغره، من وهو لسه بيبي، واول ما يبدأ يتحرك ويفهم، يا حبيبي تلبس دي ولا دي، هتاكل دي ولا تاكل دي. ولما يجي يقول لك لا، مش كل مرة تقول له ما تقولش لا، مفيش حاجة اسمها لا. سيبه يقول لا مرة واثنين وثلاثة. سيبه يقول لا علشان لما اصحابه يجوا يخيبوه يعلموه سجاير يقول لهم لا. سيبه يقول لا علشان لما تيجي مراته تحط عليه بالظلم يقول لها لا. سيبه يبقى عنده شخصية، سيبه يبقى عنده ثقة بنفسه. شجعه، برافو، انت شاطر، انت جميل، انت عندك مميزات. خليه يحس بذاته، ما تخلوش يحس ان هو صفر على الشمال، فلما يجي يتجوز مش هيلاقي حاجة يعمل بيها شخصية. فالنقطة دي حلها في ايد الاب والام، ومن دلوقتي الحق ابنك او طفلك او بنتك من دلوقتي. الكلام ده مش للشباب بس، للبنات. ما احنا بنشوف زوجات متداس عليهم، احنا بنشوف زوجات اتفرموا في الحياة الزوجية ومش قادرين ينطقوا، بيتظلموا بكل اشكال الظلم ومش قادرين يقولوا لا. فحضرتك ابنك او بنتك ربي عنده الشخصية، ربي عنده الثقة بالنفس، هتنفعه في شغله، هتنفعه في حياته، هتنفعه مع اولاده، هتنفعه في المجتمع. ابنك لو عنده ثقة بنفسه ومالي مركزه، لما يتجوز هيبقى راجل في بيته وهيبقى انسان ليه القوامة وهيعمل الصح. الموضوع في ايديكم. اوصيكم كآباء وامهات من دلوقتي، خلوا بالكم من اولادكم، خلي بالكم من الثقة بالنفس والشخصية بتاعت ولادكم، ما تدوسوش عليها. الكلام ده ممكن نتكلم فيه بعد كده في حلقات طويلة، وممكن تعملوا سيرش على اليوتيوب ازاي ازود ثقة ابني بنفسه، هتلاقوا ناس كتير افاضل متكلمين في حاجات كتير قوي، يا ريت نتعلم منها. يا ريت ما نغلطش دلوقتي ونيجي بعد كده نندم لما جوازة ابننا تبوظ او ابننا ما يبقاش مالي عينينا قدام مراته للاسف الشديد. خلي بالكم من ولادكم، ربنا يحفظكم ويحفظ لكم اولادكم ويرزقهم زوجات صالحات وازواج صالحين. يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو ده، الحاجات دي بتفرق كتير جدا مع القناة، ويا ريت تتابعونا، ولو استفدتم مننا ادعوا لنا، ومع السلامة.